ازاي هنعمل السايد شين للريفيرب والديلاي. نسمع كده. حين يهدي الصبح إشراق سنا. اول حاجة بنعمل بالشكل ده كده، بنحدده كده لوحده على جنب. تراكين، واحد للريفيرب وواحد للديلاي. دول التراكين الارسال اللي احنا هناخد منهم الريفيرب والديلاي للصوت. بعد كده بحدد له، ممكن بتختار اللون اللي انت عايزه من هنا كده، وبتكتب الاسم اللي انت عايزه، تكتبه ريفيرب تكتبه ديلاي زي ما انت عايز. بس انا بحب اختار من هنا كده ريفيرب سنت، بيدين له كولر معين لوحده والاسم. نفس النظام هنا كده ديلاي سنت بالشكل ده كده. طيب تمام. بنضيف هنا الريفيرب اللي احنا هنستخدمه في البرنامج، اللي هو ده. وهنختار الديلاي برضو نفس النظام بالشكل ده كده. تمام. بنبدأ ناخد ارسال من الصوت هنا. الصوت الاساسي بتاعنا هنا في شانل واحد. بنيجي عند الريفيرب مثلا هنا كده، احنا دايسين العلامة هنا على شانل واحد اللي فيه الصوت الاساسي، ونيجي عند مثلا الريفيرب وندوس على العلامة دي كده ونختار تو ذا تراك. احنا ربطنا التراك ده مع ده. تمام. ونفس النظام هنيجي هنا عند التراك بتاع الديلاي كده، احنا ربطنا هنا بهنا. تمام. هنبدأ نرفع واحدة واحدة وناخد القيمة اللي احنا محتاجينها. الأول نبتدي بالديلاي. يهدي الصبح والريفيرب كذلك. الأول نوقف الديلاي. حين يهدي الصبح. طبعا احنا كده لسه ما عملناش السايد شين. بندخل على الريفيرب وبنختار الليميتر، وبناخد الكمبريسور، نستخدم الكمبريسور بتاع الليميتر. وبنيجي عند العلامة دي كده وبندوس كليك يمين، بيفتح لنا بيقول لنا في انسيرت واحد. بنختار انسيرت واحد اللي هو التراك ده اللي احنا مختارينه، بنربطه بالتراك ده. تمام. وبندخل على الديلاي نفس النظام، بنختار الليميتر بالشكل ده كده، وبندوس على الكمبريسور وبنختار انسيرت واحد بالشكل ده كده نفس الطريقة. وبندخل على الريفيرب وبنسمع وبندوس على وبنبتدي نرفع الثريشولد بالشكل ده كده. حين يهدي الصبح إشراق سنا. وبنروح على الديلاي بنعمل نفس الموضوع. حين يهدي الصبح إشراق سنا. حين يهدي الصبح إشراق سنا. يسقط الطل. طبعا الديلاي والريفيرب أذواق. طبعا طريقة كده اللي احنا عملناها.
وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.